صباح الخير عليكم. عايزاكم بسرعة تقوموا تجهزوا كوباية الشاي بلبن عشان النهاردة هنعمل مع بعض شوية فايش ما حصلوش. سيبكوا بقى من فايش الأفران اللي بنشوفه ده اللي ملوش لا طعم ولا لون. هنعمل شوية فايش معمولين بمزاج، متكلفين، بطعم خطير وريحة تجنن، هتملى البيت كده بالروايح الحلوة كلها، وكالعادة بطريقة سهلة وبسيطة. بس قبل ما ابدأ معاكم فيديو النهاردة، لو انتوا اول مرة تشوفوني انا فاتن عوض، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا بينا نعمل شوية فايش ما اكلتوش في حلاوتهم قبل كده بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان هنعملهم ب3 اشكال مع بعض. يلا نسمي بسم الله ونبدأ مع بعض. أول حاجة هنجيب كيلو من الدقيق، دقيق المتعدد الاستعمالات أو دقيق المخبوزات. بننخله كويس جدا، تقدروا تزودوا الكمية زي ما بقولكوا دايما على حسب ما انتوا عايزين. على كيلو الدقيق هنزل ب3 معالق من السكر عشان الفايش بتاعي يكون طعمه حلو كده ومسكر. بعد كده هنزل عليهم بمعلقتين كبار من السمسم المتحمص، السمسم هيديه طعم حلو جدا. وكمان هنزل عليهم برشة من الملح عشان تظبط الطعم بتاعي. واخر حاجة هضيف كمان معلقتين كبار من الكركم. الكركم ده اهم مكون عندي في الفايش، بيدي اللون والطعم بتاع الفايش اللي احنا عارفينه دايما. عندي كمان هضيف معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، مقدار كيس صغير من الخميرة الفورية على قد كيلو دي اللي احنا هنعمله. وهنقلب المقادير الجافة مع بعض كويس جدا لحد ما يختلطوا. في الفيديو النهاردة انا هعمل معاكم ميكس كده ما بين الفايش بتاع الافران والفايش الصعيدي. الفايش الصعيدي معروف ان هو عمايله صعبة شوية وخطواته كتيرة، احنا هنعمل كده مزيج ما بين الاتنين عشان نطلع احسن نتيجة. هنحتاج بعد كده عندي كوباية لبن وكوباية من المية، نص كوباية من الزيت، وكمان عندي ربع كوباية من السمنة. مقدار السوائل تقدروا تستخدموا الكمية كلها لبن او الكمية كلها مية على حسب انتوا عايزين ايه. انا هستخدم خليط النهاردة ما بين الاتنين، ما بين اللبن وما بين المية. هنبدأ كده مع بعض، يلا نعجن العجينة بتاعتنا. اول حاجة على الدقيق هنزل بنص كوباية الزيت بس، ربع كوباية السمنة هنخليها للاخر عشان هنلم بيها العجينة. وهنزل اول حاجة باللبن او بالمية، اهم حاجة السوائل اللي هنضيفها تكون دافية، ما تكونش ساقعة او باردة. بضيف السوائل بالتدريج وبفضل بعجن العجينة لحد ما تتكون معايا عجينة. زي ما قلت لكم ممكن تكون الكمية كلها لبن، تقدروا تستخدموا الكمية كلها مية على حسب المتوفر عندكم. انا استخدمت نص الكمية كده ونص الكمية كده. كيلو دي اخد معايا تقريبا مقدار كوبايتين ونص من السوائل، لحد ما اتكونت معايا عجينة وبدأت تلم كده من اطراف الطبق زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. اخر حاجة على العجينة بتاعتي هضيف ربع كوباية من السمنة البلدي. وطبعا مش هقول لكم ريحة السمنة البلدي هتغير العجينة ازاي وهتخلي ريحتها مفحفحة، ودي التركة اللي هتخلي لكم الفايش طعمه زي طعم الفايش الصعيدي المعروف. ضفت السمنة وبفضل كده بعجن في العجينة تاني لحد ما السمنة دي تدخل جوه العجينة وتتشربها عندي كلها. لو قادرة اوصف لكم جمال الريحة عامل ازاي كنت خليتكم تشموها معايا، بس بجد من احلى الروايح اللي بترجع لكم احلى ذكريات. عندي العجينة بتاعتي خلاص لميتها بالشكل ده وبقت جاهزة، بحطها في الطبق وبغطيها وعلى مكان دافي لحد اما تتخمر وحجمها يتضاعف. وبعد كده عشان نبدأ نشكلها ونشوف باقي الخطوات وهنعملها ازاي. عجينتي خلاص بعد ما اتخمرت وحجمها تضاعف وبقت بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى نبدأ مرحلة التشكيل عشان هنعمل 3 أشكال أحلى من بعض وبطريقة سهلة جدا وبسيطة. أول حاجة بحط العجينة قدامي على الرخامة وبقطعها ل4 أجزاء. انا هعمل معاكم النهارده 3 اشكال. نص العجينه هعمل بيه الشكل المعروف بتاع فايش الافران، والنص التاني هعمل بيه شكلين مختلفين يمكن اول مره تشوفوهم في الفايش بتاع الافران اللي احنا عارفينه.
هناخد كده اول جزء من العجينة وببدأ بفرده بس الاول بايدي فرد بسيط، وبعد كده بفردة العجين بتفردوه على الرخامة قدامكم على شكل مستطيل على قد ما تقدروا. اهم حاجة يتحاولوا يكون شكله متساوي عشان لما نيجي نلفه بعد كده يبقى معايا شكله مظبوط. بعد ما فردناه بنعمل الخطوة دي، ببدأ بلفه زي الرول، وكل ما بلف لفة بضغط بصوابعي بالشكل ده عشان الطبقات ما تكونش فكة من بعضها وتكون متماسكة، وكمان تديني الشكل الحلزوني اللي بيكون في شكل الفاش كده من جوه الدوائر اللي احنا بنشوفها. بتقفلوا الأطراف من تحت كويس جدا، وكمان بلم الجوانب بالشكل ده علشان ما يفتحش أثناء التخمير وأثناء التسوية، ويديني الشكل المظبوط. بعد كده بتحطوه في صينية مدهونة، ومدهونة دهنة خفيفة بس من السمنة أو الزيت، وبحط أول رول. أخدت تاني جزء من العجينة، وهكرر برضو نفس الخطوة اللي احنا عملناها. دي ابسط طريقه تشكيل هتطلع لكم الشكل بالظبط زي اللي بنشتريه الفاش بتاع الافران. بنلف وبنقفل الاطراف كويس جدا، بنلمها زي ما احنا شايفين، وبخلي الناحيه اللي انا قفلت فيها من تحت هي اللي تكون من تحت في الصينيه مش من فوق. عملنا تاني رول بحطه في الصينية مع الرول الأولاني، وهنسيبهم كده على جنب. وتعالوا بقى نعمل باقي الأشكال مع بعض. تاني شكل وهو الشكل اللي عامل زي القرص الطرية. بقطع كده، أخدت جزء من العجينة قطعته لكور، وبنلم الأطراف بتاعتها من تحت وبكورها بإيدي بالشكل ده عشان يكون سطحها ناعم، وكمان العجينة تتلم معايا كويس. بعد ما كورناهم كلهم ببدأ بعد كده بفردهم بإيدي نفس طريقة فرد القرص الطرية، زي ما بنفرد القرص الطرية. بضغط عليها كده بإيدي لحد ما تتفرد لسمك متوسط، مش سميك قوي ومش رفيع قوي، لأنها لسه هتتخمر زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. الحلو بقى في الشكل ده انها ممكن تتاكل طرية، طعمها بيكون مختلف جدا عن القرص، وطعمها كمان مميز. تقدروا تاكلوها مع الشاي بلبن، ودي اكتر نوع كمان مفضل انا بالنسبة لي. كمان تقدروا تعملوا منها حجم كبير وتقطعوها لأصابع، بعد كده تتحمص زي باقي الفايش. تالت شكل هنعمله معانا النهاردة، واخر جزء من العجينة باخدها بقطعها بس لكور اصغر شوية بحجم الليمونة تقريبا. بنقطعها لكور بالحجم ده لحد ما بتخلصوا كل الكمية، عشان هنعمل شكل الأصابع المنفردة بالشكل ده. ببدأ كده ببرمها بصوابعي بالشكل ده لحد ما تبقى كلها بسمك واحد، وفي صينية مدهونة برضو بنحطهم جنب بعض. بسيب مسافة صغيرة ما بينهم عشان لما يتخمروا احنا عايزينهم يلزقوا في بعض عشان يديكوا نفس شكل الفايش الصعيدي اللي انتوا عارفينه، اللي هي بتكون شكل الصوابع. خلصنا كده كل الكمية. عندي بقى آخر خطوة، وهي 3 معالق كبار سيحتهم من السمنة. ببدأ بدهن بيهم وش العجين كله أو وش الفايش بتاعي. تقدروا طبعا تدهنوه بلبن أو بقشطة على حسب ما انتوا عايزين، بس السمنة هتديه كمان ريحة حلوة جدا وهتديه لون حلو. بكرر نفس الخطوة مع باقي العجينة بتاعتي، مع القرص اللي عملناها، وكمان مع ال2 رول الكبار اللي احنا عملناهم. كده الفايش بتاعي جاهز ان هو يتخمر. غطوه وسيبوه في مكان دافي لحد ما حجمه يتضاعف يكون جاهز للخبز. بعد ما الفايش بتاعي سيبناه في مكان دافي هتلاقوه انه اتخمر بالشكل ده وحجمه تضاعف كتير. الشكل اختلف طبعا وبقى هش كده ومرتفع. عندي دي كل الكمية اللي احنا عملناها مع بعض. شايفين كمان الاصابع اللي احنا عملناها بقت عاملة ازاي، لزقت في بعض وكمان حجمها تضاعف. عندي الفرن متسخن على الشبكة. هندخل الفايش بتاعي الفرن لحد ما يستوي ويحمر من فوق ومن تحت. لو كان الوش بتاع الفايش استوى ولسه الوش محمرش، تقدروا تشغلوا الشواية بس وتتابعوه لحد ما ياخد اللون الحلو، وبعد كده نخرجه من الفرن وهيكون بالشكل ده. وطبعا مش هقدر اوصف لكم ولا اقول لكم جمال الريحة غير لما تجربوا بنفسكم. دي القرص الطرية، ودي الأصابع اللي احنا عملناها بتتفك من بعض بسهولة جدا زي ما انتوا شايفين. ودي الرولات الكبيرة اللي احنا عملناهم مع بعض.
طبعا اهم حاجة في تقطيع الرولات دي قبل ما تبدأوا تقطعوها انها ما تتقطعش ابدا وهي سخنة او وهي دافية. يستحسن تتساب لتاني يوم عشان تتقطع معاكم بكل سهولة زي ما انتوا شايفين. لو قطعتوها وهي لسه خارجة من الفرن او هي لسه ما بردتش كويس هتفرول معاكم وتتقطع وشكلها مش هيكون مظبوط. شايفين ده الشكل الحلزوني اللي قلت لكم عليه من جوه واحنا بنلف العجينه، هو ده اللي هيديكم الشكل ده. قطعوه طبعا بسمك يكون مناسب، مش تخين قوي ومش رفيع قوي، عشان يتحمل في الفرن وما يتكسرش كمان معاكم بعد كده. قطعوا كل الكميه بنفس الطريقه، بستخدم سكينه تكون حاميه او مشرشره عشان تسهل كمان عليا تقطيع الفايش. خلصوا كل الكمية بنفس الطريقة، وبعد كده رصوهم بالشكل ده في الصواني عشان هندخله الفرن يتحمص. مش هياخد معاكم بالكتير 10 دقايق. اهم حاجة ان احنا نتابعه لانه حساس جدا، مش هياخد وقت في التحميص لانه هو خفيف وكمان سمكه مش كبير. دي كل الكمية اللي طلعت من الرولين بتوع الفايش، رصيناهم كلهم في الصواني. وعندي كمان الاصابع اللي احنا عملناها فكيتها من بعض بالشكل ده، وبرضو حطيتها في صينية عشان هتدخل الفرن تتحمص هي كمان. هندخل كل الفاش بتاعنا لحد ما يتحمص، وتجهزوا بقى لحد ما يتحمص تجهزوا كده براد الشاي بلبن، وتجهزوا الاطباق عشان هتاكلوا احلى فايش معمول بمزاج وبحب. زي ما انتوا شايفين كيلو الدقيق طلع لكم كمية كبيرة بالشكل ده، طريقة سهلة وطعم خطير. أتمنى بجد إن تجربوا الوصفة وتبعتولي تقولولي رأيكم، وبألف هنا وشفا عليكم وعلى حبايبكم يا رب، وتاكلوه في أحلى فطار دايما يا رب. كالعادة كنت أنا معاكم فاتن عوض، أشوفكم بإذن الله على خير الفيديو الجاي والوصفة الجاية، والسلام عليكم.